البداية. الأب موظف بسيط في منتصف الخمسينيات، وتحديدا سنة 56. عايش في اسكندرية في مكان اسمه طرف النهر، شارع قريب قوي من البحر جنب مبنى محافظة اسكندرية. علام أبو حفيظة موظف بسيط في هيئة البريد المصرية. أبويا علام أبو حفيظة كان راجل عصامي، وكان وارث عصاميته من جد الديرين أبو حفيظة رحمة الله عليه، اللي كان مصري حتى النخاع، وبسبب مصريته كان أول واحد يندد بالاحتلال البريطاني للهند. أبويا كان عنده نظرة ثاقبة ورؤية حادة، وكان وارث ده من جد الله يرحمه، لأن جدي وقتها كان واحد من أشهر القناصين. الحياة محتاجة صبر وكفاح وإصرار، يا إما تعيش راجل يا إما تموت صرصار. كان الوالد بيشتغل في هيئة البريد المصرية، وكان كل وظيفته انه يطلع لسانه علشان الموظفين يبلوا الطوابع من عليه ويلزقوها على الأظرف، واول ما ريقه نشف طردوه. كان بيلزق الطوابع ببقه كده، وللاسف لما ريقه نشف استغنى عنه في الشغل. يعني راجل مكافح الحقيقه، والدوله او الجهه اللي كان بيشتغل فيها ما قدرتوش. الإنسان لما بيطرد من شغله علشان ريقه نشف بيبقى قدامه اختيار من اتنين، يا إما يقضي اللي باقي من عمره شايل إزازة مية ويستسلم للخوف والمرهمة، يا إما يخلي من نشفان ريقه دافع قوي لبداية جديدة ومحاولات مستميتة لإثارة اللعاب لحد ما توصل مهاراته لمرحلة إنه طول ما هو ماشي بيريل. في الحقيقة في جلسات كتير ومطولة حكى لي سيد بإسهاب شديد عن قصة والده وريالته، وكنت مستغرب لأن أي إنسان والده بريالة بالتأكيد مخه هيتلحس وممكن يروح في البطرمونيا ده بشكل علمي. طبعا ذكاء الوالد هنا انه ما خلاش نشفان ريقه يسبب له عقدة، وبالفعل بدأ تدريبات الريالة المستمرة، واللي وصل فيها لمراحل متقدمة جدا أهلته في وقت من الأوقات انه يكون مدير سينما ريالته بالاسكندرية. ده غير انها غيرت حياته بالكامل، لان الريالة كانت سبب تعارف ابويا على امي والارتباط. الام فنانة تشكيلية ارجنتينية بترسم لوحاتها ببذر العنب. امي كانت فنانة تشكيلية ارجنتينية اسمها إلزا ألبرتو، وكانت بتيجي اسكندرية في فترات معينة من السنة، وتحديدا وقت نوة المكنسة، علشان تقعد قدام البحر تستلهم منه موضوعات اللوحات اللي هي بترسمها ببذر العنب الجناكليس، واللي كانت من خلالها بتحاول تربط ما بين بحر اسكندرية وبحر الشعر، علشان ترسي النظرية اللي اتعرفت باسمها في الأرجنتين بعنوان البحر بلبطة والشعر مرمطة. ست عاشت حياتها ترسم لوحاتها ببذر العنب، ده شيء جبار. فهو تعلم منها الصبر والشهامة والرجولة، تعلم أشياء كثيرة جدا جدا. لما القدر بيلعب لعبته بتتلاقى القلوب وتتلاشى الحدود والثقافات، وبتتشال الحواجز بين واحد من اسكندرية وراس التين وبين فنانة اتربت في مساكن الأرجنتين. أبويا كان مطرود من هيئة البريد، وكان بيحاول يخرج من حالة الإحباط بتدريبات الريالة، لأنه رغم كل الإحباطات إلا أنه كان مؤمن أنه هو محظوظ والحظ شايل له حاجة حلوة. خرج بفانيلا حمالات في عز البرد يتمشى على البحر. في الوقت ده من السنة أمي كانت متعودة أنها تقعد تفعص في بذر العنب على البحر كعادتها. هل الريالة ممكن توصل رسالة، ولا الإنسان اللي بيريل بيبقى شكله عيل؟ قضية جدلية في منتهى الخطورة اتحسمت بمقابلة علام أبو حفيظة وإلزا ألبرتو. علام أبو ريالة، احنا كنا نقول كده، كنا نقول أستاذ علام أبو ريالة، لأنه بيشتغل شغلانة لا يستطيع أحد أنه يعملها. كانت خالتي تحكي لنا ونحن أطفالا صغار إنها قابلت رجل سال لعابه من الإعجاب بها من أول لحظة، وقررت في هذه اللحظة أن يكون هذا التافه هو شريك حياتها. في الحلال طبعا زي ما بتقولوا كده انتوا يا مصريين. أبويا كان راجل رمرام، وكان بيحكي لي إنه في اليوم ده كان واكل حواوشي وعنده حموضة رهيبة، وأول ما عينه وقعت على العنب اللي في إيد أمي قاعدة بتفعص فيه على البحر
بدأ يريل. أمي وقتها افتكرت إنه ريل أول ما شافها، وابتدت من هنا العلاقة. عرف الحب طريقه لأول مرة لقلب علام أبو حفيظة وإلزا ألبرتو، وكان البحر والعنب شاهدين على أجمل قصة حب حاول كل طرف فيها إنه يسعد الطرف التاني بطريقته. بدأت أمي تلف بابويا على الدكاترة علشان توقف الريالة دي بأي شكل من الأشكال، لأن الريالة بدأت تستنفذ المية اللي في جسم أبويا، فقرب يجيله جفاف، ده من ناحية، ومن ناحية تانية كان بيبل الهدوم اللي بيلبسها. وكان أشهر طبيب في هذا الوقت هو الدكتور طلال العمروسي رحمة الله عليه. كان والدي هو الطبيب المعالج لحالة علام أبو حفيظة، ودي كانت من الحالات النادرة في الوقت دوت. وكنت دايما بشوف والدي وهو بيتابع الأشعة والتحاليل الطبية بتاعت علام، واللي كانت بتأكد وجود خلل نفسي في غدده اللعابية، وده نتيجة تجربة سيئة مر بيها. وكان الخوف من ازدياد إفرازات غدده اللعابية للكمية دي من الريالة هو المحرك الأساسي لفكرة إنشاء السد العالي. وبعد فترة قصيرة من العلاج تعافى علام أبو حفيظة من عقدة الريالة، وبعد ما كان بيخرج مع حبيبته إلزا ألبرتو وهو لابس بافيتا، بقى يخرج معاها وهو رافع راسه قدام أهل الحتة. فضل والدي شايل الجميل لأمي بعد ما تم شفائه، ولأنه عارف إنها شاعرة وفنانة وبتحب الفن بشكل عام، قرر إنه يكتب لها أغنية مخصوص علشانها، بالرغم من إنه شايف إنها ما كانتش تستاهل تتأذى منه بهذا الشكل، إلا إنه غناها بنفسه وصورها لها بطريقة الفيديو كليب في الوقت اللي كان العالم كله ما يسمعش أي حاجة عن الطريقة دي. فكهاني وبحب الفكهة وبموت انا في كل الفكهة، بصراحة عالفكهة بغير وببيع واشتري بضمير. العنب 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 يا إلزا العنب، وعلام بيموت في العنب، أحمر أصفر أحمر أصفر. أستاذ علام طبعا أستاذنا العظيم طبعا، وأبو الوالد الجميل الأستاذ سيد أبو حفيظة. هي تراث، أنا سمعت أحمر فخدتها وعدلت فيها شوية بس مش أكتر ولا أقل، فأنا أقر وأعترف إن أغنية العنب هي تراث للأستاذ علام. قصة حب جامدة جمودية الفيل بين شاب اسكندراني كان محبط وبريالة وشاب أرجنتينية بتلم بذر العنب من الزبالة. لكن ساعات الحب بينتهي بالجواز، وساعات الحب يتنقل للمستشفى على نقالة. والدي كان من النوع المؤمن ان الحظ شايل له دايما حاجة حلوة. قرر انه يسافر السويس لبيت عمي الحاج همام ابو حفيظة علشان يرتب معاه اجراءات الفرح، واللي عمي اصر انه يتعمل في السويس في بيت كبير العيلة كما جرت العادات والتقاليد عندنا في عيلتنا. وبالفعل تم تحديد يوم 29 أكتوبر سنة 1956 ميعاد للفرح، وأصر همام أبو حفيظة عمي الله يرحمه إن اللي يحيي الفرح هم الثلاثي المرح آنذاك. وكأن إنجلترا وفرنسا وإسرائيل كان عندهم خبر بالموضوع، وفي محاولة صريحة لهدم الحلم الجميل في حياة علام أبو حفيظة وإلزا ألبرتو، بدأ العدوان الثلاثي على مصر وتحديدا في السويس. وكانت أول ضربة من العدو على سطوح بيت الحاج همام أبو حفيظة 13 شارع. يا فرحة ما تمت. هنا أدرك أبويا إنه ملوش عيش في البلد دي، وقرر إنه ياخد إلزا ألبرتو ويسافر بيها للأرجنتين علشان يتجوزوا ويعيشوا هناك. يمكن الحظ يكون له قلب عن هنا شوية. أصل على فكرة زمان كانوا بيحترمونا جدا، مش زي دلوقتي أصفر بنتي ألمانيا ترجع لي في صندوق. على فكرة أنا كاتب قصيدة بمناسبة الموضوع ده بتقول: بنتي في ثانوية عامة والحيرة مغلباني،
سألتني ادخل يا بابا فرنساوي ولا ألماني؟ قلت لها العربي ماله؟ قالت لي العربي بخ. اسكت خليه في حاله، مش فالح غير ينخ، مش فالح غير يهبهب، وساعة الجد أرنب يجري يدخل لجحره لو حد قال له بخ. قلت لها طب يا بنتي قوليلي وطمنيني، ألماني ولا فرنساوي؟ اختاري وريحيني. قالت ألماني طبعا، علشان أعلمهم ديني واخد حقي من قاتل أختي مروة الشربيني.